طب ملخص كده الاجتماع اللي حصل ما بين محمد صلاح وارني سلوت النهارده يا باشا. انا هجيب لك الملخص كده في سكه مثلا دقيقتين، هحاول على قد ما اقدر. بالمختصر المفيد ان ارني سلوت دخل هو ومحمد صلاح في مناقشه طويله جدا، وانتهت ان الامور قاب قوسين او ادنى من الحل. يعني هي لسه ما اتحلتش، لا يا باشا لسه ما اتحلتش، بس هو بناء عليه ان محمد صلاح بكره هيشارك في القائمه، خلاص موجود في القائمه وبنسبه كبيره هو هيلعب الماتش، بس مش هيلعب اساسي، دي هتبقى صعبه، هو هيبتدي على الدكه. تمام. زائد ان ريتشارد هيوز بدا يرمي اخبار للاعلام. انا يعني هو بالنسبه للنادي، لا انا عايز محمد صلاح لغايه اللي هو العقد بتاعه ينتهي في 2027. انا مش عايز ابيعه قبل الفتره دي، مش عايز اسيب محمد صلاح قبل الفتره دي، ولكن لازم تلتزم بقرارات المدرب. بمعنى يا باشا، دلوقتي قدام محمد صلاح حاجه من الاثنين: يا اما انا هكمل انا السوبر ستار بتاع الفريق وانا ما اقعدش دكه، انا اللي اوزع اللعب، انا اللي اقول مين يعني مين هيوزع اللعب مين لا، انا هشغل مين مش هشغل مين، بالبلدي كده ده بالمختصر المفيد. يا اما هيمشي محمد صلاح، يا اما يا رب هيقعد، وان قعد هيقعد بناء على قرارات المدرب. يعني انت النهارده دكه فانت دكه، انت بكره هتلعب فانت هتلعب. ما بقاش ليه نفس الامتيازات بتاعت الاول. كلنا عارفين ان محمد صلاح كان شبه مستحيل، شبه ما قال يورجن كلوب من قيمه كام يوم ان مشكله محمد صلاح في حاجه واحده بس، هي الدكه. ما تقعدش محمد صلاح على الدكه. زائد تعالى لي الناحيه الثانيه. دلوقتي بقت جميع اخبار الصحفيين حاجه من الاثنين: اللي بيجي يقول لك ان محمد صلاح هيمشي وخلاص بكره اخر ماتش ليه، يا اما في اللي بيقول لك هيفضل محمد صلاح ولكن بقرارات المدرب. تمام تمام. محمد صلاح النهارده هو هندرسون ده يا باشا بيلعب في دوري روشن، واوريدي كان قائد ليفربول السابق. زائد ان في النهارده صحفي طلع قال لك ان جات لنا بعض المصادر ان هو اتكلم مع بوبي فيرمينيو، اتكلم مع فابينيو، اتكلم مع اغلب الناس اللي كانوا موجودين في ليفربول وموجودين دلوقتي في دوري روشن. ده مش معناه بالمعنى الحتمي ان محمد صلاح خلاص خد القرار. انت ممكن زي ما بيقولوا بالبلدي كده انت بتاخد فكره الاجواء هناك ماشيه ازاي، الدنيا هناك عامله ازاي، هتعرف تتاقلم مش هتعرف تتاقلم. بصوا يا جدعان، عشان نريح بعض بس في الموضوع ده، ان محمد صلاح او ان يبقى في لعيب اكبر من نادي مش ما حصلتش ومش هتحصل. انت مش ليونيل ميسي. ميسي بجلاله قدره هو مشي من برشلونه، وبرشلونه كملت بعد منه وخدت 2 دوري او يمكن 3 مش فاكر عشان مش بتابع النادي. عندك كريستيانو رونالدو مشي من النادي وجابوا 2 دوري ابطال او 3 دوري ابطال من ريال مدريد. ما فيش حد بيقف على حد. انت دلوقتي ان انت نفذت كلام محمد صلاح دلوقتي ان انا لا مش هقعد دكه تاني وخلاص، قولا واحدا انا مش هقعد دكه، فانت كده يا باشا طالع تيجي تقول لكل اللعيبه اي واحد مش عاجبه اطلع ارمي تصريحين او اتمرد، واللي انت عايزه ان هنعمله لك. فهي القصه مش بالسهل كده، بتكلم بجد، هي القصه كومبليكيتد جدا. بس كده يا صاحبي، وصلت معايا لمرحله ما تنساش فولو لايك كومنت.